أطيب تحياتي للأصدقاء الأعزاء، وأنا عايز أتكلم برضو 3 دقايق إن شاء الله ما يزيدش من وحي الأزمة اللي المنطقة بتعيشها. الحقيقة أنا عايز أقول وقلتها قبل كده، بس برضو أنا بكررها للأصدقاء الأعزاء. للأسف الشديد إحنا عندنا مثلث قوى. مثلث القوى ده هو العرب لوحدهم، العرب الدول العربية ال 22 دولة عربية اللي هم موقعهم استراتيجي في المنطقة، بيتحكموا في المضايق التجارة العالمية، سواء مضيق هرمز أو باب المندب أو جبل طارق أو قناة السويس. فده مهم جدا. بس هم يملكوا أيضا قوة اقتصادية مجمعة، قوة كدول عربية كبيرة جدا، المجمعة العربية، وقوة عسكرية، جيوش العربية لو جمعت مع بعض فهي قوة كبيرة جدا جدا جدا. ده أحد رؤوس المثلث. رأس المثلث الثاني هو تركيا، أيضا دولة تملك قوة اقتصادية، عندها اقتصاد قوي وعندها جيش قوي. رأس المثلث الثاني في المنطقة هي إيران، تملك جيش قوي وتملك اقتصاد قوي. إذا ال3 رؤوس المثلث اللي في المنطقة اللي بيتوسطوا العالم، كل قوة فيهم تملك قوة اقتصادية، اقتصاد قوي، وتملك جيش قوي. ودي مهمة جدا جدا. الإشكالية إيه بالظبط؟ الإشكالية إن التدخل الأجنبي والتغلغل الأجنبي في المنطقة نجح في إحداث التعارض بين هؤلاء ال3، ما بين العرب، دول عربية، وما بين إيران ومع تركيا. يحرص تماما إن هما ما يتجمعوش مع بعض أبدا خالص، لأن هما اللي يتجمعوا مع بعض يبقوا قوة عالمية أكبر من أي قوة عالمية، أكبر من روسيا وأكبر من الصين وأكبر من أمريكا. أنا بقول بجد الكلام ده إذا تجمعوا. عشان كده هم تغلغلوا ونجحوا إن هم يعملوا تعارض ما بين هذه ال3 قوى اللي هي يعتبر رأس أو مثلث القوى في منطقة بتاعتنا، ما بين العرب كقوة وما بين إيران وما بين تركيا. نجحوا من خلال ان هم يستغلوا عنصر المذهبية والطائفية والكلام ده كله، غزوه، وابتدى احد عناصر التفرقة هذا الموضوع، لدرجة ان مثلا على سبيل المثال يعني خدوا بالكم من كلامهم، يا مثلا توم باراك اللي هو مبعوث امريكا في لبنان، سوريا ولبنان، يقول على العرب دول بدو قبائل. الكلام ده مسجل، الكلام ده ليه مسجل وموجود. هو قال هذا الكلام، ان دول هؤلاء بدو وقبائل، ما كانوش دول، دول ما تعتبرهمش دول، ده بس هي سايكس بيكو هي اللي عملتهم دول. الكلام ده حقيقي. وبعض الدول تقول على مصر مثلا ان دول فراعنه اساسا مش العرب. خدوا بالكم من صناعه الحاجات دي عشان تفكك او تجزأ هذا المثلث عن بعضه. وحد يقول على ايران انه دول الفرس، ما يقولش انها دوله في المنطقه ويقول انها دوله اسلاميه مثلا او ما نتكلمش دايما على العقائد، لكن هم ابتدوا يصنعوا لكل دوله حاجه. ان احنا يعني نقول ده، يقول عليه توم باراك لما قال دول ما هماش دول ولا كده، دول شعوب وقبائل، يعني ما هياش دول. ويقول على مصر لا دول مش عرب، دول فراعنه وكذا، ودول على تركيا دول عثمانيين. فاصبحنا ان كل واحد يقول بص الاخر بصه غير الواقع. نحن كيانات سياسية، وحدات سياسية دولية زي كل الدول اللي في العالم، لكن احنا ابتدينا يعني كل ينظر إلى الآخر بنظرة غير صائبة، ودي أحدثت تفكك كبير جدا جدا. نتيجة هذا اللي بيحدث دلوقتي ده نتيجة الإعداد السياسي وإعداد مسرح العمليات اليوم. خلوا بقالهم سنين يبنوا هذا الموضوع ده، يقولوا ده سنة وده شيعة، ده كردي وده درزي وده مسيح وده مسلم والكلام ده كله، وده معرفش كذا كذا. نجحوا بامتياز ونحن لا نتعلم. دي إشكالية كبيرة جدا جدا، بدليل إن إسرائيل دلوقتي لما تتغلغل وتوصل في أفريقيا في دولة عربية وتاخد جزء منها، أو نجحت إن خلت جزء انفصالي ويعمل صوماليا لاند في الصومال. وشوفوا دلوقتي اللي بيحصل دلوقتي. إسرائيل وإحنا كلنا كعرب كنا نقول أن القضية المركزية هي القضية الفلسطينية. يعني إيه القضية المركزية؟ يعني هي القضية رقم 1
تاني، القضية الفلسطينية القضية المركزيانية القضية رقم 1. هل هم دلوقتي بيدخلوا بحيث نجنب المنطقة القضية رقم 1 عشان هم يتمكنوا من تهويد أرض فلسطين والاستيلاء على جزء من جنوب لبنان والاستيلاء على جزء من سوريا؟ فهذا هو الموضوع. أرجو إن احنا لازم نفوق ونتماسك ونرفض هذه التعبيرات. ما نقولش ان ده فراعنه مش عرب، وما نقولش ان ده فرس، وما نقولش دول قبائل، وما نقولش دول عثمانيين. ننسى الكلام ده. انا ده تصوري. لو ما كناش هنحافظ على قيمنا الحقيقيه اللي موجوده وننسى المسميات والكلام اللي بنقول على بعض، لن تستقر المنطقه ابدا. واعتقد هم عايزين، نحن لا نستقر. اطيب تحياتي.